السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أميرة أبو زيد، ويلا بينا هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا بالبطاطا الحلوة. زي ما انتم شايفين كده، دي البطاطا الحلوة، لأن في الدول العربية التانية بتقول إن على البطاطس بطاطا، فأنا حبيت هنا أسيب 2 أو 3 كده عشان تشوفوا هي بتبقى شكلها عامل ازاي. بعد ما جبت البطاطا وقشرتها وغسلتها قطعتها زي ما انتم شايفين كده، اي قطعة عندك. جبت هنا البطاطا وهنعملها بطريقة حلوة جدا، عشان انا من الناس اللي ولادهم ما بياكلوش البطاطا اساسا يعني. فجبت هنا معلقتين كبار من السمن البلدي او الزبدة. ببدأ هنا اخليها تسخن كويس جدا، وهنزل بكمية البطاطا اللي معايا دي، حوالي كيلو من البطاطا قشرتها. تمام كده. بعد ما السمنة بتاعتي سخنت بنزل بالبطاطا وبفضل كده اقلبها شوية او اشوحها كده زي ما انتم شايفين. لما بتشوح بالسمنة بتديني لون غامق شوية، فبتبقى لونها بصراحة حلو جدا. بعد ما تشوحتها كده بجيب هنا نص كوباية من السكر. هو كان متوفر عندي سكر بودر فقلت استخدمه، ممكن تحطي سكر عادي خالص. ببدأ برضو اشوح البطاطا كده بالسكر والسمنة لحد ما احس ان السكر خلاص داب معايا. ببدأ هنا هنزل بقى بايه بشوية من المية. حوالي انا حطيت هنا كوبايتين، مرة كوباية وحسيت ان هي لسه ما استوتش فحطيت كوباية تانية وسبتها هناك على نار متوسطة علشان تستوي معايا. وهنعمل مع بعض الطبقة التانية اللي هي عبارة عن الكريم كراميل بتاعي الجاهز. معايا هنا كوبايتين من اللبن الحليب، وحطيت عليهم 2 باكت من الكريم كراميل. تمام كده. هفتح الكريم كراميل وهدوبه في اللبن معايا هنا بارد خالص، فانا هحط الاتنين باكت وهدوبهم كويس جدا. هي النار والعة، بس ايه انا مهدياها يعني، فاللبن كمان بارد فمش هيلحق معايا ان هو يكتل او اي حاجة. ده الباكت التاني. وهبدأ كده اقلب الكريم كراميل مع اللبن، رشة من الفانيليا، وهقلب وهستمر في التقليب لحد الكريمة بتاعتي او الكريم كراميل يبدأ كده ان هو يغلي معايا. هنا معلقتين كبار، انا عاملة هنا كريم شانتيه عشان هستخدمه في التزيين، فحطيت معاهم معلقتين كده زي ما انتم شايفين علشان يديني طعم حلو للكريم كراميل. ممكن لو عندك لبن بودرة تقدري تضيفي برضو معلقتين لبن بودرة بدل الكريمة، او ممكن لو عندك علبة قشطة بوك تقدري برضو تضيفيها مع الكريم كراميل، بتديها غناوة جدا وطعمها بيبقى حلو طبعا. كده خلاص هو بدأ خلاص يغلي معايا، هبدأ خلاص اطفي عليه. تمام كده. خلاص كده شلته. هشوف بقى البطاطا بتاعتي. خلاص البطاطا بتاعتي استوت وفيها شوية من المية، انا عايزاها كده يكون فيها شوية من المية علشان ههرسها كويس وما تبقاش متماسكة قوي معايا. ببدأ هنا ارش برضو شوية من الفانيليا، ممكن لو انت حابة تحطي شوية من القرفة المطحونة. باخد خلاص بقى البطاطا بتاعتي وهحطها هنا في الاطباق التقديم اللي انا هحطها. يعني طبعا مش هملاها، انا عايزة احط طبقات كده هنشوفها مع بعض. حطيت كده في كل البولات اللي انا هقدم فيها، او كاسات او اطباق صغيرة او كوبايات، المتوفر عندك تقدري تحطي فيه. بجيب هنا الكريم كراميل زي ما انتم شايفين، وببدأ هنا اصفيه عشان مش عايزة اي تكتلات، ويكون الكريمة بتاعتي تكون ناعمة. ودي كانت معانا الطبقة التانية. حبيت بقى ان انا ازين الكاسات بتاعتي كده بشوية من البطاطا في النص. معايا هنا كريم شانتيه. انا هنا ما زودتش السكر في الحاجه زي ما انتم شايفين كده، لان الكريم كراميل فيه نسبه من السكر، فما حطيتش فيه سكر خالص. البطاطا احنا حاطين لها سكر. حطيت هنا شويه من الفستق زينت بيه الاطباق بتاعتي او الكاسات. وبدات هنا جبت الكيس الكريم اللي هو الكراميل اللي موجود فيه، كيس الكريم كراميل العلبه الباكت يعني،
فتحته وبقيت ازين بيه كده زي ما انتوا شايفين، بيدي شكل حلو جدا. وشكل البطاطا بتاعتنا مش بطاطا خالص، شكلها تحفة زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت لسه ما حطيتهاش في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده، احنا لازم نحطها في التلاجة ناكلها باردة. شايفين تحفة. هي كانت معايا دافية، لو انت حابة تاكليها دافية مفيش اي مشكلة. زي ما انتوا شايفين كده هي مش يعني حلوة جدا برضو لو احنا اكلناها دافية. متنسوش اللايك. باي باي.